أحبائي، في قراءتنا للرسالة إلى العبرانيين نترك الكلام عن يسوع المسيح الذي هو أعظم من الملائكة، الذي هو الخالق والمخلص، لكي نفهم ما هو واجبنا وعنوان كلامنا هو اليوم: كيف ننجو إذا أهملنا هذا الخلاص. كيف ننجو إذا أهملنا هذا الخلاص. ونقرأ الفصل الثاني من الرسالة إلى العبرانيين: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. قرأنا الرسالة العبرانيين الفصل 2 من 1 إلى 4، والعنوان هو الخلاص الذي يقدم لنا. في نهاية الفصل الأول قال لنا إن الملائكة يرسلهم الله لخدمتنا، نحن الذين نرث الخلاص. نحن مدعوون إلى هذا الخلاص. هي دعوة، كما نقرأ في مثل المدعوين إلى الوليمة: أرسل الرب خدامه، وهنا يدعوهم الملائكة. أرسلهم، الوليمة معدة، تعالوا. وكل واحد أخذ يعتذر. فهل نكون مثلهم نحن الذين أرسل إلينا هذا الخلاص؟ هل نتكاسل؟ هل نتهرب؟ ويقول لنا: الويل إذا أهملنا هذا الخلاص العظيم. ويقابل الكاتب بين العهد القديم والعهد الجديد، بين تصرف موسى وشعبه وتصرف المؤمنين اليوم بعد أن تركهم يسوع المسيح وصعد إلى السماء، بل هو لبث معهم حتى انتهاء العالم. ويبدأ الكلام: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل. أي تعاليم؟ هي تعاليم الإنجيل، ولا تعاليم أخرى غيرها أبدا. بهذه التعاليم نتمسك. سمعناها، سمعنا البشارة. يقول لنا الرسول: كيف يؤمنون إن لم يسمعوا؟ أما نحن فسمعنا، ولهذا نؤمن. والإيمان هو تمسك لا بتعليم فقط، بل بشخص حي هو يسوع المسيح. والخطر الضلال، أن نضل، أن نضيع الطريق. المسيح هو الطريق،
ولا يمكن أن نأخذ طريقا أخرى. والمسيحيون أولون، المسيحيون الأولون دعوا أبناء الطريق، بنات الطريق، فالمسيح وحده هو الطريق، وأي طريق أخرى نأخذها نكون في ضلال، وبالتالي نسير إلى الهلاك. فلا وسط بين اثنين، أو نأخذ طريق الضلال، طريق الهلاك، طريق الموت، أو نأخذ طريق الحياة، طريق الحق، طريق الرب يسوع المسيح. وبعد هذا الإعلان الرسمي عن التعاليم الإنجيلية التي سمعها المؤمنون وكتب إليهم الرسول، هنا تأتي المقابلة، الكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة. إذا العبرانيين 2 آية 2، الكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة. نعم، كانوا يعتبرون أن الشريعة أتت بواسطة الملائكة، الملائكة حملوها إلى موسى. نلاحظ هنا تخفيف العلاقة بين الله والإنسان. في سفر الخروج نعرف أن الرب كتب الوصايا بإصبعه وقدمها لموسى، ولما تحطم اللوحان طلب الرب أيضا من موسى أن يأتيه بلوحين لكي يكتب عليهما. ومن سفر الخروج نعرف أن الله كلم موسى وجها إلى وجه، من سفر الخروج وسفر العدد، فطلب أن يرى وجهه. أما هنا فهناك واسطة، هناك مسافة بين الله وموسى، والمسافة يملأها الملائكة، هم الذين حملوا الشريعة، هم الذين حملوا الشريعة. وهكذا الكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة يعني الكتاب المقدس في العهد القديم. وهذا الكتاب المقدس ذكر في الفصل الأول من الرسالة إلى العبرانيين. هذا الكلام يقول ثبت صدقه، هو صادق، هو صادق لأنه انطبق على يسوع المسيح، لأنه أفهمنا أن مثل هذا الكلام هيا أبناء العهد القديم للتعرف إلى من هو الخالق والمخلص والجالس عن يمين الآب، إلى من هو الابن البكر الذي تسجد له الملائكة. هذا الكلام الذي حملته الملائكة هو العهد القديم. ويتواصل الكلام هنا فيقول نال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. هو تهديد، هو تحذير وتنبيه. إذا كان الذين سمعوا الكلمة على لسان الملائكة وما كانوا طائعين لها بل خالفوها عصوها، يكون لهم الجزاء العادل، أو بالأحرى العقاب. نعم،
العقاب العادل، العقاب الكبير. ونحن نعرف مرات عديدة كيف كان العقاب في مسيرة البرية. هذا الذي حمل الحطب يوم الجمعة كان عقابه الرجم. هؤلاء الذين تذمروا على موسى وعلى هارون كان عقابهم كبيرا. وتأتي المقابلة. جاء العهد القديم على لسان الملائكة، والويل لمن خالف هذا الكلام وعصاه، فكيف ننجو نحن؟ نعم، كيف ننجو نحن؟ ما جاءنا الكلام على لسان الملائكة، ما جاءنا الكلام بواسطة الأنبياء مهما سما كلامهم، ولكن جاءنا الكلام بلسان الابن الوحيد، بل هو كان الكلمة. النبي يحمل الكلمة خارجا عنه، كما الكاهن يقدم الذبيحة خارجا عنه. أما الابن فلا يحمل الكلمة خارجا عنه، هو الكلمة. في البدء كان الكلمة، والابن لا يقدم ذبيحة خارجا عنه، بل هو صار الذبيحة، كما هو الكاهن في الوقت عينه. هو الكاهن وهو الذبيحة، هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. فكيف نهمل نحن؟ نعم. كيف ننجو نحن؟ نعم. لا يمكن أن ننجو، والله بنفسه كلمنا، وابن الله صار كلمة لنا. قال يوحنا: الله ما رآه أحد قط، ولكن الابن أخبرنا عنه. قالوا له: أرنا الآب وحسبنا. قال: من رآني رأى الآب. فكيف نحن ننجو إذا أهملنا هذا النداء من أجل هذا الخلاص العظيم؟ فالابن هو المخلص، جاء فكلمنا، جاء فأكل معنا وشرب وسار معنا في أسواقنا، أتى صار لنا الطعام والشراب، أتى فمات من أجلنا ومن أجل خلاصنا نحن البشر. فكيف نهمل مثل هذا الخلاص؟ فالخلاص يكون خارج عن الإنسان. موسى حمل الخلاص إلى البشر، إلى شعبه، وكذا نقول عن أشخاص عديدين. أما يسوع فهو الخلاص، نتعلق به فنخلص. وهنا ينبه الرسول: الويل لكم إذا أهملتم هذا الخلاص. ويعود بنا إلى مسيرة الخلاص التي بدأت مع يسوع وتواصلت مع الرسل وعمل فيها الروح القدس. في مرحلة أولى أعلنه الرب نفسه أولا،
نعم، الرب بدأ البشارة: توبوا، اقترب ملكوت الله. ما جاء ابن الإنسان لكي يهلك بل ليخلص. ويقول لنا يوحنا: هكذا أحب الله العالم فأرسل ابنه الوحيد لكي يخلص كل من يؤمن به وتكون له الحياة الأبدية. فالله ما أرسل ابنه لكي يهلك العالم بل ليخلص العالم. ذاك ما أعلنه الرب نفسه، فاستقبل المرضى واستقبل الخطأ وكلمنا، فأعطانا الدستور الذي به نسير نحو الخلاص. أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. طوبى للودعاء، طوبى لمحبي السلام، طوبى للفقراء بالروح. طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم. نعم، ما اكتفى الله بأن يرسل الأنبياء على ما قرأنا في بداية الرسالة. في الماضي كلمنا بالأنبياء، أما الآن فكلمنا بالابن، لا من أعلى السماء، بل هذا الابن تجسد وعاش عيشنا، أعلنه الرب نفسه. ولكن نحن لم نرى الرب في الجسد، فيسوع المسيح صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب. هو غائب عن عيون أجسادنا، فيتابع الرسول هذا الخلاص الذي أعلنه الرب، أثبته الذين سمعوه. نعم، نحن لم نسمع الرب بفمه، نحن لم نرى الرب بعيوننا، ولكننا سمعنا الذين سمعوه، رافقنا الذين رافقوه. وكيف أثبت لنا هذا الخلاص أولئك الذين سمعوه؟ عندما بذلوا حياتهم، تقبلوا الآلام، تقبلوا الموت، ما خافوا أبدا. بطرس ذاك الخائف من خادمة، من جارية، يتجاسر ويقول: نحن لا نستطيع أن نصمت عما رأينا وسمعنا. يقول: من نطيع، الله أم البشر؟ استعد هؤلاء الذين سمعوا للعذاب، فرحوا حين جلدوهم، استعدوا للموت، وكان أولهم اسطفانوس. ما أعلنه الرب بالكلام عاشه الذين سمعوه واستعدوا أن يموتوا لأجله. ويتابع الرسول في آية 4: وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة. نعم، شهدوا، فمن يثبت شهادتهم؟ الله. يوم العنصرة اهتز البيت، فتساءل الناس وقالوا: هؤلاء هم سكارى. فأفهمهم بطرس: هناك مخلع عند الباب الجميل، باب الهيكل،
شفاه بطرس، فطرح الناس الأسئلة، وبين بطرس أنه شفاه لا بقدرته بل باسم يسوع الناصري. قم احمل فراشك وامضي إلى بيتك. نعم، جاءت المعجزات تبين هذا الخلاص الذي دشنه يسوع المسيح خلال حياته على الأرض، ويواصله الذين سمعوه، ونحن أيضا نواصله اليوم. وبطرس صنع من المعجزات، كنت أقول أكثر من يسوع المسيح. ظله كان كافيا لكي يشفي المرضى. وما نقوله عن بطرس نقوله عن بولس. يكفي أن تلمس المحارم جسده حتى تحمل الشفاء. وحين أقام ذاك المخلع في ليسترا حسبوه إلها من الآلهة، وأرادوا أن يذبحوا له الذبائح كما لآلهتهم. نعم، البشر ضعفاء، من أين تأتي قوتهم؟ من الرب يسوع. قال لهم: ستعملون هذه الأعمال، بل تعملون أعظم منها، لأني ماض إلى الآب. نعم، هو أعطانا هذه القوة مع أننا ضعفاء لكي نواصل الشهادة. وفي أي حال سيقول جملائيل لمجلس اليهود الذين احتاروا أمام هؤلاء الرسل الضعفاء الذين لا فضة لهم ولا ذهب، كما قال بطرس عن نفسه، قال لهم: إن كان هذا المشروع من الناس فهو يزول بزوالهم، أما إذا كان من الله فلا تستطيعون أن توقفوه، وإن حاربتموه تكونون وكأنكم تحاربون الله. نعم، المعجزات، الآيات هي التي أثبتت لنا أن الخلاص هو هنا. أتى، المرضى يشفون، البرص يطهرون، المساكين يبشرون. ذاك كان البرنامج الذي جعله يسوع أمامه وسلمه إلى الرسل. كما أرسلني الآب هكذا أنا أرسلكم، امضوا اشفوا المرضى، أخرجوا الشياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. ومن أين أتت القوة؟ أتت أيضا من الروح القدس. تتحدث الرسالة عن هبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. نعم، هي المواهب في الكنيسة تحدث عنها بولس في الرسالة إلى كورنثوس، الرسالة الأولى: مواهب الشفاء، مواهب الخدمة، مواهب التدبير، مواهب النبوءة، مواهب التكلم بألسنة، مواهب عديدة. نعرف مثلا موهبة أبولس الذي كان يقنع اليهود ببراهينه وهو العارف بالكتب المقدسة، ويقنع السامعين كلهم بقوة البلاغة التي تحلى بها. وتيموثاوس وتيتوس،
هذان المساعدان لبولس عرفا كيف يكونان في خدمة الجماعات، يسهلان الطريق للبشارة. وبولس الذي نال هبة الهبات العديدة قال لهم: أستطيع أن أتكلم بألسنة مثلكم، فلي هذه الهبة. أستطيع أن أتنبأ، أي أن أقول كلمة الله في أي وقت من الأوقات. أستطيع أن أخدم، كان يعمل بيديه لكي يخدم الجماعة. مواهب الروح القدس، هبات الروح القدس يوزعها كما يشاء، يعني يوزعها من أجل البنيان. إذا كنا نتكلم كلاما صالحا، كلاما طيبا، فلأن الروح يهبنا قوة الكلام. إذا كنا ندبر الكنيسة التدبير الذي يريده الرب، فلأن الروح القدس يهبنا نعمة التدبير، موهبة التدبير. نعم، الكنيسة تنطلق. كان هناك مرحلة أولى مع الرسل الأولين، واليوم مع الرسالة إلى العبرانيين يبدو أن الرسل ماتوا كلهم. مات بطرس، مات بولس، مات الجميع. صرنا في الفوج الثاني، صرنا في المرحلة الثانية. نحن لم نصل إلى يسوع المسيح، لم نرافق يسوع المسيح. شابهنا بولس الرسل الذي سمع يسوع بواسطة الذين سمعوه، وجماعة العبرانيين سمعوا كلام الرب من الذين سمعوه. ونحن أيضا نسمع كلام الرب الذي أتى إلينا عبر الرسل والتلاميذ والأساقفة والكهنة والشمامسة والعوام وكل شعب الله. نحن نسمع من الذين سمعوا، نحن نتعلم من الذين يتعلمون أو الذين يعلموننا. يبقى علينا أن نأخذ الموقف المناسب فنكون من أهل الخلاص. ولنحذر، إذا كان كلام الأنبياء نال الجزاء العادل لمن عصاه، فلنحذر نحن أن نهمل مثل هذا الخلاص. الخلاص قريب منا، الخلاص في متناول أيدينا، فما لنا إلا أن ننظر إلى يسوع المسيح ذاك المخلص، نرفع عيوننا إليه فنجد الخلاص ونجد الحماية ونجد الفرح، ونحمل هذا الفرح إلى الذين حولنا متقوين بمواهب الروح القدس التي يمنحها إلى كل واحد منا. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين.